عيشة قنديشة الاسم اللي خلع الصغير والكبير فينا في المغرب، ولكن الحقيقة ديالها عمر شي واحد دولنا عليها. كنا وحنا صغار كيحسب لنا أن عيشة قنديشة هي ديك المرأة اللي كتكون لابسة الأبيض، كتكون غير بالليل في الويدان والرجلين ديالها ماشي ديال الإنسان، ديال البغلة. ولكن واش عمرنا سولنا راسنا واش هادشي حقيقة ولا غير خرافات، ولا باغيين يدرقوا علينا شي حاجة في التاريخ؟ اليوم غادي نرجعوا للقرن 16، وقت الاستعمار ووقت المقاومة، باش نعرفوا شكون هي عيشة، أو المهم باش نعرفوا شكون هي عيشة قنديشة بصح. شنو قالوا لينا في الخيال الشعبي المغربي؟ لاله عيشة هي ملكة الجن، يقولوا باللي كتخرج غير للرجال، وبالضبط داك خوتنا اللي كيكونوا غاديين بوحدهم حدا الويدان ولا في وسط الغابة ولا في شي بلاصة مظلامة، كتجيهم بواحد الصورة ديال واحد الامرأة زوينة بزاف، حتى كتصيدهم ولا كطيحهم في داك الشبكة ديالها. ولكن غير كيقربوا كيشوفوا بلي ان الرجلين ديالها ماشي د الانسان، ديال البقر. وهذه هي اللحظه الاخرى اللي غادي تكون في حياتهم، وبزاف د الناس قالوا بلي انه شفناها وشفنا الرجلين ماشي ديال الانسان ولا ديال انسانه عاديه. هاد هاد القصص خلاتنا جيل ورا جيل كنخافوا غير من السميه ديالها. وباش نكونوا واقعيين، هادشي نفع الوالدين ديالنا كانوا كيخوفونا بها وكيقول لك دخل بكري، ما تبكيش، عيشه قنديشه غتجي لك. ولكن هنا نجي نشوفوا واش بصح عيشه قنديشه جنيه او لا. المؤرخين كيرجعوا لهاد السميه ديال عيشه قنديشه وكيشرحوا لنا بلي انها هي ماشي جنيه، هي واحد الانسانه كانت في البرتغال عايشه، كانت امراه حقيقيه مع واحد العائله اللي لاباس عليها بزاف. ولكن هنا واحد الكارثه اللي غتوقع لها واحد الليله، ان داك الجنود البرتغاليين صفاو والديها كاملين وهجموا عليهم، حيث هما كانوا قرابين على الساحل المغربي. هي الوحيده اللي هربات على الساحل المغربي ودخلت المغرب. عيشة داك الساعه كانت واحد الانسانه اللي قويه وما استسلمتش وقررت تنتقم، وكانت كتخرج ليهم بالليل لابسه الابيض بواحد الجمال ديالها اللي كيهبل، وكتجرهم الفخ ديال، كتجبد داك الجنود البرتغاليين، كيسحب ليهم هما غاديين ينشطوا مع واحد المراه زوينه وكذا. ولكن كيصدقوا طاحوا في اليد ديالها، وهي كانت تقريبا داخله في المقاومين المغاربه ديالنا. يعني عيشه كتسمى علينا حنايا. البرتغاليين بكثرة الخوف منها وبكثرة ما حلفات فيهم، وبداو كيشوفوا بلي ان بزاف الجنود ولاو كيختفاو، وبالخصوص قرابين على الساحل المغربي. هما كيبداو كيقولوا بلي ان ما يمكنش امراه تقدر دير هادشي كامل. صافي هنايا ولاو كيقولوا بلي ان هادي ماشي انسانه، هادي جنيه. ومن تما بدات كتلصق هاد الاشاعات عليها كامل وهاد التوهام، ولات كتدخل حتى في الشعب ديالنا، ولاو كيخلعوا. راكم عارفين المغاربه كتجي شي لعبه كذا كيطوروا رجلين البغار، رجلين كذا رجلين كذا. مع الوقت الحكايه ديال هاد البطاله الشجاعه بدات كتنسى، وبداو بزاف ديال الخرافات كيتلاحوا عليها، وشي كيقولوا شفنا هنا وشي هنايا، وبداو كيربطوها وكيقولوا بلي انها هي راه توفات شحال هادي والروح ديالها اللي باقا، او لا السحر او لا. وهنا كنشوفوا بلي ان عيشه قنديشه ظلمها التاريخ وحولها من واحد المقاومه حره لواحد الكابوس اللي كيرعب دابا الدراري والناس الكبار. هاد القصه هادي اللي بغيت نعاود لكم اليوم، قصه ديال المراه اللي تحدات الواقع، واللي كانت كتسمى من المقاومين ديالنا، واللي كانت بواحد الاسلوب ديالها كتنتقم، اللي كانوا كيخلعونا بها حتى واحد ما عاودنا التاريخ ديالها. هو صراحه التاريخ ديالها خصو يتقرا. قولوا لي نتوما شنو بان لكم؟ واش في نظركم تستاهل هاد خيتنا هادي التاريخ يبقى مقيد عليها بهذا الرعب وكذا، اولا التاريخ ديالها خصو يتعرف بزاف وخصو ينتشر؟ وتنتوما شاركوا هاد القصه مع داك الناس اللي كانوا واخدين داك الفكره ديال عيشه قنديشه جن كذا. هي راه كانت مقاومه، وماشي كمقاومه عاديه، مقاومه اللي عاونتنا بزاف. هذا الشيء ما كان الدراري، تنشوفوا فيديو ان شاء الله. تهلاو في راسكم.